السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في فيديو جديد هنا على قناه من غير مونتاج. في مراحل في تاريخ السينما نقلت من الفن ده، حولته من شيء الى شيء تاني خالص. ولكن قبل ما نبدا الفيديو وندخل في الموضوع، بس عايز اقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتشغلوا كل التنبيهات عشان اول ما ينزل فيديو جديد يوصل لكم على طول. لما السينما اتنقلت من بس صور وتزود فيها الصوت، ده شيء غير السينما الى الابد. بعدها بفترة طويلة حبتين جت حاجة زي سيتيزن كين. فيلم سيتيزن كين ده غير نوع القصص اللي كان بيتم معالجتها في الأفلام. تدخل لك في أماكن عمرك ما شفتها قبل كده، يكون في تعليق ما كنتش متعود عليه في فيلم، تروح السينما وتتفرج عليه. قبل كده اللي كان منتشر ان الفيلم لازم يكون فيه نوع من الاستعراض، علشان برضو كان لسه الناس منبهرة ان ايه ده، الصور المتحركة دي فيها صوت، فتزود قوة القصص، وده غير السينما للأبد. بعديها يتم تقديم الألوان في الصور. بعدها بقى عندك السينما سكوب، تصور لك الفيلم بتاعك على 70 ملي. شوية شوية ودخل السي جي اي، بقيت دلوقتي تقدر تستخدم الكمبيوتر عشان تعمل صور كان مستحيل ان انت تقدر تعملها في العالم الحقيقي. ومش بس تعمل صور وتعمل وحوش وتعمل انفجارات، لا، انت بقى عندك طريقة جديدة تخليك تحكي قصص كان مستحيل تتحكي قبل كده. يتم تقديم ال 3D، بعد كده وراه على طول تعالى بالاي ماكس، ودخلت مره واحده منصات الاستريمينج، وبقى عندك السينما في البيت. وشويه شويه منصات الاستريمينج دي ادت فرصه تانية للمسلسلات، علشان المسلسلات هي كمان تدي لك نفس التجربه السينمائيه من قوه الانتاج والكتابه والتمثيل. ودلوقتي احنا هنا، المستقبل هيكون عامل ازاي؟ للتنويه في البدايه انا بقول دي انا يعني مش عايزها تكون ايه دعوه للخوف، تمام؟ انا مش عايز اخوفكم واعيد نفس الموضوع اللي بيتكرر كل شويه، ان خلاص السينما بتموت وبتاع والكلام ده، وكل الافلام عماله تفشل. وبصراحه دي حقيقه ان كل الافلام عماله تفشل، بس انا شايف ان سبب فشل الافلام مؤخرا، خاصه يعني الافلام اللي كان في وقت تاني لو نزلت كان هيكون مضمون ان هي تكون من الافلام اللي تجيب يعني مئات الملايين من الدولارات. يعني مثلا فيلم زي انديانا جونز اللي هو لسه نازل ده فشل بشكل مش طبيعي، وده انديانا جونز وبرضه فشل. بس انا شايف ان الفشل ده يتعلق اكتر من الاستوديوهات اللي هي مش فاهمه الحاجه اللي بتخلي الافلام بتاعتهم ناجحه. فبدل ما بيستثمروا في قصص جدا خطيره يحكوها تتكلم مع الجمهور الجديد ده اللي هو بيحب يروح السينما، لا، هم بياخدوا الفرانشايزز القديمه علشان دي الحاجه اللي مضمونه، يجيبوا لك الاسامي اللي مضمونه برضه ويحطوا فلوس في نفس الموضوع على الحاجه اللي الناس اوريدي زهقت منها. ولكن زي ما قلنا دي مش دعوة للخوف، لا، بل هي دعوة للفضول. خلينا نعرف بجد التكنولوجيا والعالم اللي احنا عايشين فيه ده في المستقبل هيعمل ايه مع الفن بتاع السينما. هو صراحة لما تقعد تفكر في الموضوع مرة تانية، ان ايوه الفن بتاع السينما بيتغير كل كام سنة كده، بس هتلاقي ان في التركيز في النص، في الكور، في الحاجة اللي عمرها ما بتتغير، هي حكاية القصص. مهما كانت ايه هي القصص دي، ممكن تكون قصة في منتهى البساطة اتحكت في سنة 1800 حاجة و90 عن قطر ماشي على القضبان بتوعه وداخل كده اهو، فالناس شافته اول مرة في السينما فاتخضوا، الى الافنجرز وهم بيحاربوا ثانوس. تاخد دي وهتاخد دي، هتشوف ان الحاجة اللي مشتركة ان من الاخر في نوعا ما قصة عمالة تتحكي، فده شيء استحالة يتغير. ودايما انا شايف ان الشيء اللي هيخلي العمل جامد اذا كانت القصة بتاعته تقدر تتفاعل مع الجمهور ولا لا، بعيدا عن التقنيات. فاحنا دلوقتي بقى عندنا قصة، هل في حاجة بتهدد القصة دي في المستقبل؟ الاي اي. اتفرجت على اخر موسم من بلاك ميرور، اول حلقه جون از اوفل. في اول حلقه من الموسم ده بيهاجموا بالظبط الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها، ان دخول الاي اي وتطور الاي اي والذكاء الاصطناعي مؤخرا ممكن يعني يلعب دلوقتي وياخد ادوار كتيره من الجوانب الابداعيه في اي عمل ابداعي عامه، سواء كان في تصوير، في تصميم، في كتابه. فهل احنا ممكن نوصل لمرحله ان ينفع يتعمل لنا فيلم يكون الفيلم ده 100% معمول من ذكاء اصطناعي؟ هو ممكن، وارد. هل هنقدر نتعلق بيه زي الحاجات المعتادة دي؟ انا ما يعني صراحة ما
ما اضمنهاش، خاصه باللي بيحصل دلوقتي في هوليوود والاسترايك اللي حصل دلوقتي والاضراب اللي حصل دلوقتي من الكتاب ومن الممثلين على الموضوع ده ذات نفسه. يعني جزء منه بيهاجم الموضوع ده، ان لازم يكون فيه ريجوليشن، لازم يكون فيه تضييق اكتر على مدى استخدام الاستوديوهات والمنتجين للاي اي في الفن بتاع السينما. لان انت لو هتخلي كل حاجه معموله جوه الجوريثم معين كده، ف ايه فايدة الفن في الموضوع؟ او ازاي تقدر تسمي ده فن؟ دي حاجة الواحد فعلا يقعد يفكر فيها. يعني لو انت قضيت حياتك كلها العشرينات من عمرك كلها وانت بتتفرج على نتفليكس وديزني بلس وبتتفرج على انمي معين والكلام ده، فطول السنين دي كلها اتبنى زي ما تقول كده قاعدة بيانات مش طبيعية عن الحاجات اللي انت بتتفرج عليها كاملة، الحاجات اللي انت بتحبها، الحاجات اللي انت بترجع تتفرج عليها اكتر من مرة. فدي كلها معلومات موجودة عند whatever ايه هو الشيء ده اللي موجود عنده المعلومات دي. خلينا نفكر بشكل نظري كده، تمام؟ من الاخر انت دلوقتي من المعلومات اللي موجوده عندك من تاريخ فرجتك على الحاجات اللي انت بتحبها واللي انت ما بتحبهاش واللي انت بترجع تتفرج عليها وبتكملها للاخر والكلام ده، لو في ذكاء اصطناعي هيقدر يفصل لك المسلسل او الفيلم اللي هيعجبك من الاخر، لان هو عارف انت ايه اللي بيعجبك، ايه اللي انت بتتفاعل معاه. فالموضوع ممكن يبقى كاستمايزابل او ينفع يكون متظبط بالملي للشخص ذات نفسه، لان انت في حاجه معينه بس انت بتحبها، حاجه معينه بس انت بتتفاعل معاها. فلو احنا وصلنا لمكان ما في المستقبل والذكاء الاصطناعي بقى متطور بشكل مش طبيعي لدرجه ان هو بيقدر يجنريت او يعمل لك شو كده من ولا حاجه زي ما كان موجود في المسلسل بتاع بلاك ميرور، فتخيلوا لو ده هيكون الحاله، ان اوكي انا دلوقتي التلفزيون بتاعي او الحاجه اللي انا بتفرج عليها عارفه كل الحاجات اللي انا بحبها، فاديني شو بس مخصص ليا. الموضوع يخوف. وبالمناسبه اعزائي المشاهدين، لو انتم مستمتعين بالفيديو لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا لايك، لان ده فعلا بيساعد. ده ممكن نقول الحاجات السلبيه اللي ممكن تضيع شويه من الجمال بتاع فن صناعه الافلام. الحاجات الواقعيه اكتر اللي ممكن يتم استخدام الاي اي فيها، انا شايف انه هيتم استخدامه من ناحيه بتساعد الناس اللي جوه الحرفه ذات نفسها، زي اللي بيحصل دلوقتي مع الفوتوشوب والاوتو جنريتد لما تعمل فل للصوره وبتاع والكلام ده. هي مش حاجه هتاخد الشغلانات من المصممين، بل هي حاجه بس هتساعد المصممين اللي شغلهم حلو اوريدي. بمعنى تاني ازاي ده هيتم يعني صياغته في عالم صناعه الافلام، ان دلوقتي لو في كاتب معين بيكتب سكريبت معين سواء لمسلسل او سواء لفيلم وفي حاجات هو متعطل فيها، فممكن يستعين بالاي اي ياخد منه كم من حاجه كده وتمشي مع النمط بتاع القصه اللي بيحكيها، بس في الاخر الكلمه الاخيره هتكون موجوده ليه. ممكن برضو الاي اي يكون جزء من الجانب البرودكشن، جانب الانتاج ذات نفسه في التصوير مثلا. يعني دلوقتي كتير من المسلسلات بتستخدم التكنولوجيا اللي هي بتاعت بدل ما يعملوا لك كل حاجه جرين سكرين ويعملوا لك كل حاجه كده اهو تحس انت ان في حاجه غلط، ان الخلفيه اللي موجوده او العالم اللي الشخصيات دي موجوده فيه ما بتتفاعلش فعلا مع الشخصيات اللي موجوده قدامهم، فانت بتحس ان ده جرين سكرين وشكله سيء. بقوا دلوقتي يستخدموا التكنولوجيا بتاعت الشاشات كلها واخده كيرف معين كده، والشاشات متوصله مع الكاميرا بحيث ان حركه الكاميرا بتوافق حركه الحاجه اللي بتتعرض على الشاشه دي. كل مسلسلات ستار وورز على ديزني بلس كانوا بيستخدموا التكنولوجيا دي، استخدموا التكنولوجيا دي برضو في فيلم دون، واعمال كتيره دلوقتي بقت تروح الجانب ده لان هي بتدي صوره احسن. فممكن ده يوصلنا في وقت ما ان الخلفيات اللي تكون معموله ورا دي هتكون معموله كامله بالاي اي، فدي حاجه جامده جدا هتساعد في حكايه قصص احسن. وكل ده واحنا لسه بنقول ان ده هيساعد في حكايه قصص بشكل الافلام التقليديه اللي احنا عارفينه اللي احنا هننزل نروح نتفرج عليها في السينما. بس دلوقتي ايه اللي ممكن يحصل في السينما عامه؟ هل السينما هتتبدل بالابل فيجن؟ دي صراحه انا اول لما شفت الاعلان بتاع ابل فيجن وكل حاجه اتكلموا عليها وبتاع ده، وان التجربه اللي الناس اخدتها اللي جربت الابل فيجن وهم قاعدين في غرفه وشغلوا لهم افاتار ذا واي اوف ووتر وبتاع، وان زي ابل فيجن اساسا عملت عقد مع ديزني بلس عشان ديزني تنتج لهم حاجات وبتاع ده. يعني انا مش عايز تجربتي في الفرجه على الافلام تكون مقتصره بس على اني البس حاجه على عيني كده واتفرج على فيلم. لا، انا برضو يعني بحب التجربه بتاعت السينما ودي مش عايزها تروح خالص. بس ما ننكرش ان لو الشيء ده نزل وكان بجمدان اللي هم قالوا عليه في الاعلان، هيخلي الناس كتيره بجد تكسل ان هي هتقوم تلبس، تنزل من بيتها، تاخد المشوار تروح السينما،
تدفع فلوس وتدفع فلوس الفشار وفلوس الحاجه الساقعه والكلام ده، مع ان هيكون اسهل انت تاخد تجربه متفصله ليك، شاشه بجد هتكون لفه حوالين عينك كامله وانت قاعد تتفرج على الفيلم. فلو الشيء ده بقى المستقبل، او الشيء ده اخد زحمه كتيره وناس كتيره بقت تفضل ان هي تتفرج على افلام ومسلسلات بالطريقه دي، طب ما ممكن ده يغير من طريقة صناعة الأفلام ذات نفسها. إن أنت دلوقتي لما تيجي تصور فيلم مثلا أو لما تيجي تفكر إن أنت تعمل قصة معينة أو مسلسل، لا هتعملها بفكرة إن هو هيتم الفرجة عليه باستخدام التكنولوجيا اللي موجودة في الأبل فيجن. قال لكم الموضوع ده حصل إزاي؟ حاجة زيه مؤخرا، يعني أنت لو رجعت 20 سنة ورا إن أنت تفكر في فكرة مسلسل مدته 5 حلقات وكل حلقة مدتها ساعة وبس كده، دي هتكون حاجة مستحيلة، يعني حاجة مش منطقية في الصناعة عامة. وهتقول بقى ان كل حلقة من المسلسل ده هيكون ليها بادجت ب$20 مليون وبتاع، اللي هي تعتبر بادجت فيلم ومش عارف مين، كله يقول عليك مجنون. اللي هو لا، الصناعة ما بتشتغلش كده، مش هي دي قواعد اللعبة بتاعت صناعة الافلام اساسا. ولكن دلوقتي بدخول التكنولوجيا بتاعت الستريمينج سيرفيس ده بقى شيء عادي، بل ده بقى الشيء اللي الناس بتفضله. فاللي انا بقوله بقى هنا ان مستقبلا لو احنا هنتعلق اكتر وهيكون التكنولوجيا بتاعه الفي ار جزء من حياتنا ما نقدرش نستغنى عنه، وارد ان يكون المستقبل بتاع الصناعة ينحاز اكتر للافلام ان هي تخدم على التكنولوجيا دي. وحاجه تانية احنا بنستقبل منها المحتوى، سواء كان افلام مسلسلات او فيديوهات يوتيوب. تقريبا كل حد بيعمل محتوى على الانترنت بيكون عامل المحتوى ده وهو حاطط في دماغه ان كتير من الناس هيتفرجوا على الفيديو ده على التليفون، فبيظبط الفيديو علشان يكون واضح على التليفون. وحاجه زياده على كده ان كتير من الناس في منصات الاستريمينج برضو بيحطوا الموضوع ده في الاعتبار. ولو ده هيؤدي لاي حاجه، هيؤدي الى تغيير الفن بطريقه ممكن تكون منطقيه وتعجبنا، او ممكن تعمل له زي ايه المصطلح بالانجليزي واتر داون، يعني يعني الموضوع بجد ما يبقاش سينما على قد ما يكون بس بقى كونتنت، بقى محتوى بس كده، هو بقى اللي هو اوكي ما يفرقش حاجه على ان انت تروح تتفرج على فيلم لمخرج ما عن ان انت تقعد على اكونت انستجرام وتتفرج على الحاجات دي. هيبقوا الاثنين كونتنت لو ما تمش الحفاظ على الوقار، خلينا نقول بتاع السينما. وانا شايف ان بصراحه الحاجه اللي لسه بتفكرني بالموضوع ده واللي لسه بتعلقني اكتر بالموضوع ده هي تجربه الذهاب والفرجه على الفيلم في السينما. وانا شايف ان هي لسه موجوده، بس هي العيب في الانتاجات اللي عماله تحصل، الافلام اللي عماله تحصل اللي هي ما بتحمسش الناس كفايه ان هي تنزل وتروح تتفرج على الفيلم ده في السينما. وفي الاخر حاجه اللي هي تعتبر مضمونه نوعا ما، ان كل ما بيتجرب جيميك او حاجه جديده كده هو في صناعه السينما بقى وما ظبطتش او ما خدمتش على صناع الافلام ان هم يحكوا قصص اقوى، هتموت بعدها بفتره. يعني ال 3 دي اول لما طلع كل الناس كانت مقتنعه ان ال 3 دي ده هو اجمد حاجه في الكون، هو فعلا المستقبل بتاع السينما، هو مش عارف مين ال 3 دي طلع ومات وطلع ومات وطلع ومات تقريبا 5000 مره. فيعني مش بالضروره علشان هو الحاجه اللي جايه بتكنولوجيا جديده وخطيره ان ده هيكون المستقبل بتاع السينما. بس الحاجه برضو الحقيقه اللي احنا ما نقدرش نجري منها ان الفن بتاع السينما دايما بيتطور.